مساء الفل. عايزة اوريكم النهاردة مطبخ قبل وبعد. كانت حالته صعبة 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 جدا، بس شوفوه بقى بعد ما ينضف هيبقى عامل ازاي. كده شكله اول ما دخلت. طبعا خدت الصدمة زيكم بالظبط، وبعدين بقى اهو كده بوريكم الباقي. طبعا مكنتش عارفة اتحرك غير لما لازم اشيل كل حاجة من الارض الاول عشان اعرف اتحرك. لميت بقى كل الزبالة في كيس كبير وطلعتها بره، وده شكله كده بعد ما لميت الزبالة كلها. وقلت بقى لازم ابدأ بحاجة عشان اعرف اتحرك. فقلت ابدأ بالبوتاجاز عشان بعد كده احط المواعين تصفى عليه يعني. رشيته بقى بالباور وكده، كنت بشيل الحاجات من عليه لقيت مش نافع يتبخخ معايا، فرشيت بقى كده بالازازة وغسلته. كان ماسك الدهون قوي فيه، كانت ماسكه الدهون. خد شوية وقت لحد الدهون اللي فيها عشان كان بقالها فترة طويلة. خد وقت كتير من الأكر بتاعته بس. وشكله كده بعد ما اتنضف هو تعبني بس نضف والله، بقى شكله حلو. وبعدين دخلت على المواعين، كان الحوض مسدود وسلكته الأول بس، ونضفته بقى علشان اعرف اغسل فيه المواعين. كده بعد ما اتغسل بقى دخلنا على المواعين. بقالها كتير مش عارفه اصور هنا خالص، كنت عايزه اصوره بس معرفتش. بس ودلوقتي اللهم لك الحمد خلصناهم. وده كده بقى جبتلكوا قطعتلكوا بقى بقيت المطبخ جزء وجزء قبل وبعد. شكله بقى جميل والله. بس ده وانا بغسله من بره. المطبخ نفسه هو ألمنتال اصلا مش خشب، وده كان هو بيتغسل من جوه بيضرب بقى، وكله مفضياه كله بيتغسل من جوه كويس ويتنشف حلو. وده وانا بغسل الحيطان بقى كهربت. وده الشباك كان صعب، الشباك فوق البوتاجاز على طول، فكان مليان دهون كتير قوي، بس الحمد لله يعني. ده كده وانا بغسله من جوه من المطبخ نفسه، وبعدين غسلته من بره ما كنتش طايلاه بس حاولت يعني. اهو كده بقى شكله جميل بالحيطه بكله، ده غسل بقى شكله حلو قوي. ده كده جزء من المطبخ قبل وبعد. وبعد كده الحته دي كانت مضايقاني قوي قوي، بس مش عارفه ما جاتش ليه بعد على طول. ده بقى شكل التلاجة، دي الغسالة كده. هو قرب يخلص اصلا، بس انا ايه ده المنظر كده كان مش عارفه عماله الحته دي تيجي تاني ليه. انا جبتهولكوا كده بقى المطبخ كله. جبتلكوا كده اللي مش نضيف كله الاول، بعدين جبتهولكوا بعد ما تنضف كله. وكده بس تقريبا هو خلاص. عايزاكوا بقى تقولوا لي رأيكم، وعايزة دعوات كتير كتير عشان تعبت في اليوم ده.